جيبي اكبر سنيوه عندك ووجدي هاد لي سالي ضربه واحده بلا ما تشكلي بالحبه سورتو مع هاد سخانه. طيبي كلش في سنيوه كبيره ومن بعد قطعيهم برك. نبدا بالعجينه هي الاولى. نفرغ 2 كيسان مدافي مع مغرفه كبيره خميره الخبز، مغرفه سكر و2 كيسان فرينه. نحركهم ونخلي الخميره تتفاعل وتطلع. بعد ما طلعت نزيد حبه بيض كامله مع كاس غربع زيت و4 كيسان ونص فرينه مع الملح. يعني اونتو هاد العجينه خدات لي 6 كيسان ونص فرينه. نحرك حتى تتجمع العجينه اللي تكون طريه بصح ما تلاسى. نعجنها 5 دقائق ونعاود نحطها تخمر في بلاصه دافيه. ما بغيت تطلع العجينه نوجد لافاس. حطيت الدجاج درت الصدر، يتقلى فيه شويه زيت مع لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، كركم وتوابل الدجاج. زدت حبه بصل و3 سنات ثوم، خليتهم يتقلاو شويه وزدت مغرفه تاع لا طوماط كونسونطري كالعاده تاع ازدهار. زدت معاهم الهروس باش تجي شويه حريوره. غطيت عليه وخليته يطيب. كي طاب الدجاج وهو سخون رحيته بالباتور باش ما يتفتتش ويجي رقيق. وهذه كريمه الجبن اللي درت فيها كاس حليب مع كاس كريمه سائله. سخنتهم وزدت مغرفه كبيره تاع الفرماج اللي ذوبته، ومن بعد زدت 150 غرام تاع الفرماج غابي ونحرك حتى يذوب. قسمت العجينه على زوج، حليت النص الاول وحطيته في السنيوه اللي دهنتها بالزيت، ومن الفوق حطيت الدجاج وفوقه كريمه الجبن. عاود حطيت النص تاع العجينه اللي حليتها، وهنا لازم نخليها تطلع 5 دقائق باش نقطع لي بورجو. دهنتها بالبيض وحطيت شويه تاع الفرماج غابي وطيب على 220 درجه في الفوق. شعلت المروحه من الفوق ومن التحت، خليتها تبرد قبل ما نقطعها وجات بزاف بنينه. ننصحكم تجربوها.